شباب، شو اخباركم؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد، واتأسف على القطعة وايد. انا عارف اني قطعت عليكم، كانت عندي اسباب في التسجيل. كنا نبي نلعب اونلاين، بس ان شاء الله نلعب مع اصدقاء او مع المشتركين اونلاين، مع قناة ديزي جيمر، مع مستر جيمر، مع قناة زوز زي كذا. اليوم يا شباب راح نوريكم كيف تسوي مزرعة اوتوماتيكية حق بطيخ. هذا البطيخ والهلوين، هذا حق الهلوين ما ادري شو اسمه. مزرعة طبعا هنا مو متصل، ما ادري ليه هني اخطأت في الزرع مرتين، لاني انا زرعت بهاي. المفروض انه هاي يكون هنا وهذاك يكون هنا، فانا عارف اني اخطأت. المزرعة هاي زي ما تشوفون هنا اوتوماتيكية، ويمديك تعملها كبيرة يمديك تعملها صغيرة على حسب ما بدك. الاشياء اللي تحتاجها ريدستون، ستيكي بيستن او شو اسمه، بستن بلوك ما ادري، بس هو بستن ستيكي بستن بلوكس. لا هذا بلوك صغير، هذا النص هذا. تحتاج لك كوبة موية. طبعا هذه الأشياء اللي تحتاجها في الصناعة. الآن الأشياء اللي تحتاج في الزراعة: بوقة موية، تراب، وهذا عشان نزرع، والزر هذا كمان داخل هذول، وعشان ننمي التراب ما أدري. بس الآن كيف تشتغل هالآلة؟ شوف، أول مثلا الزرع نعمله، خلاص أنت الزرع نعمله، ما عليك في هذه الحركات. أنت ضغط زي كذا تشوف، وراح يجيك الزرع الحالي زي ما تشوف عم آخذ كل شيء. طريقة صنعها ما سهلة، ما تحتاج إني طلب شرح وايد صعب ولا لا. فواحد اثنين ثلاثة، خلنا نسمعها هنا. أول شي تجيب البلوك نص هذا وتعدل لك 3 بلوكات بالطريقة هاي، تعمل 3 بلوكات. راح تترك لك بلوكة وتعمل لك 3 بلوكات ثانية بالطريقة هاي. لا راح تحفر لك زي كذا بلوكة هنا، بلوكة هنا، وتمشي على حسب. لكن العرض لازم يكون 3 بلوكات، 3 بلوكات، 3 بلوكات. أما الطول على حسب ما بدك. أوكي، أنا ما بدي أطولها كثير عشان ما يطول مقطع. لا 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 لا، وقف 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 الكارت، وقف هنا، وقف الماي، وقف وقف الماي، وقف الماي، موية، وقف. لا معليش، عملت ثالث أنا. أوكي، هنا كمان هاي وهاي، يعني بالطريقة اللي بدكم إياها. العرض لازم يكون 3 من هنا، تترك بلوكة، و3 من هنا وما تترك بلوكة هنا. خلاص الآن لكن الطول مثل ما بدكم. فالآن هسه تحط موية، موية لازم تحط موية، ولازم تتأكد إن الموية مسطحة. كيف تعرف موية مسطحة؟ لازم تجلس وما تدفك الموية، لازم تبقى كذا ما تدفك. إذا دفاتك فالموية مو مسطحة، إذا ما دفاتك فهي مسطحة. فالآن إيش راح تسوي؟ راح تسوي زي كذا، تحاول إنك ما تمس الموية. أوكي، إذا مسيت الموية راح يخرب مثلا زي كذا. لا، عشان تشوفون الموية مش حتوصل هناك. فهلا وش راح تسوي؟ راح تكون أوكي الموية مستوية. لازم تكون على فوق مو على تحت، لازم ما نمس الموية أبدا. وهاي طريقة تقدر تعملها عشان تخفي فيها كل الموية اللي معاك نباتاته. زي كذا عملنا الطرف الأول، راح نعمل الآن الطرف الثاني بالطريقة هاي، يعني نكسر الأبواب ما بدنا، يعني بالطريقة هاي نكسر. وقفنا هنا مثلا، أيوة. والآن نحط موية. فمثلا شوفون يا عيال، أنا ما راح أخلي موية مسطحة لحد هنا. شوفون أول إيش بسوي؟ دفيني الموية زي ما تشوفون دفتني. إذا دفتني معناها مو مسطحة، لازم ما تدفني، لازم الموية ما تدفني. فالحل إنك تكتر موية زي كذا عشان ما تدفك. هاي زاد بالطريقة هاي الموية ما دفتني. نعمل نفس الطريقة من هنا، بلوكة 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 بلوكة. بالطريقة هاي. الآن نعمل بلوكة زيادة بالطريقة هاي ونوصلها بهاي البلوكات. الشكل الأخير راح يكون عندنا تربص. هذا هو الشكل اللي تشوفوه أمامكم. لما نعمل هالشكل خلاص حنا كملنا كل شيء. الآن وش نسوي؟ الآن هنا الآن نبدأ بالآلة. الآن بدينا بالآلة، كملنا المجسم، نبدأ بالآلة. نحفر هنا بلوكة، ركزوا معي يا شباب، نحفر بلوكة. بس مو هنا بلوكة، نحفر بلوكة واحدة. الآن نجي من هالطرف ونحفر بلوكتين، بلوكتين، ونحفر اوكي بالطريقة هاي. لكن هنا تبقى بلوك. اوكي، وهنا كمان نحفر لنا بلوكتين، مو بلوكتين. الشكل انه يصبح بلوكة بلوكتين. نفس الطريقة، بلوكتين بلوكة بلوكتين بلوكتين بلوكة بلوكتين، يعني كترت عليكم. حطينا الشكل هذا. قولوا لي ليش حطيت هذا؟ عشان أول ما نزرع هنا ما ينمو هنا الزرع، ينمو من هالجهة. احنا نبي الزرع ينمو من هالجهة دائما. شوفون هنا، شوفون هنا زي ما تشوفون الزرع دائما ينمي من هالجهة. لو ننزع هاي الزرع يجي من هالجهة، واحنا ما نبي الزرع يجي من هالجهة. شوفون حلو والله. الآن نجيب ستيكي بستن
بهالطريقة. اوكي اطلع شوي، نجيب ستيكي بستن ونحطه زي كذا عادي يعني، انزع هاي انزع بلوكة واحدة بس. ايوه بالطريقة هاي نحط ستيكي بستن. اوكي هاي خطأ، هاي لازم تكون زي كذا بالطريقة هاي. لازم ستيكي بستن يكون على الفوق. ايوه بالطريقة هذه هنا لازم تكون بلوك بالطريقة هاي. ستيكي بستن زي كذا. ظبطنا ستيكي بستن. الآن نجيب الريدستون، ما نحطه هنا، لا الريدستون هذا غلط، نحطه هنا بالنص. بالنص راح يعطي طاقة الاثنين، راح يعطيها الهاي والهاي يعني كلهم يشوف مرحلة واحدة يعني بالطريقة هاي. نحط الريدستون ونوقف هنا. شوفوا لو أضغط الآن أجيب الزر هذا أطلع. أيوة وأحطه هنا مثلا، أو أضغط على هالزر يطلع ستيكي بستن زي ما تشوفون هنا. الآن هذه هي الطريقة. ونفس الآن هنا نزرع عادي، نرجع بلوكات عادي، نرجع البلوكات، نرجع البلوكات بكل طريقة هيك. وهنا كمان نزيد بالطريقة هاي. نكون أننا أنهينا الآلة خلاص. هنا الآن الآلة أنهيناها، ما باقي لنا إلا الزر. الآن زي كذا نجي من هيدا الشيء. الآن كيف رح نعمل هنا؟ لا تحط تحت ولا تحط فوق ولا تحط يمين، ركز معي. تحط هنا في نفس بعدين تحط هنا كمان بلوكة وتنزل هاي الهنا. بعدين أنا عملت كذا بلوكة بعدين كذا بلوكة بعدين تحط نحطها فوق. الآن هيك الآلة أصبحت جاهزة. بس ما بالطريقة هاي. خلاص شوفوا لو أضغط على الزر كيف تفتح هذا. خلينا نجرب الآن. وأنتم راح تزرعوا زراعة بهذا هذا الشيء شيء مثل هيك زرعوا خلاص. أنا نجرب بالطريقة هذه. الثانية نجيب حركات كمان أحط الشيء. فإذا عجبك المقطع تسوي مثلا أضغط كل شيء أوتوماتيكية وأساسية، مش زي كذا. فيها فائدة أخرى إنك تخليه